هنعمل النهاردة أكلة لذيذة تحفة جدًا من أجنحة الدجاج أو أجنحة الفراخ، بتتبيلة سهلة وبسيطة وموجودة ومتوفرة عندنا في كل البيوت. جبت هنا كمية من أجنحة الفراخ زي ما إحنا شايفين، أنا فصلت الجناح عن القطعة اللي موجودة في الصدر، بحيث إن هي تديني كده قطعتين، وعملت فيهم فتحات بسيطة علشان التتبيلة تدخل جوه اللحم. وطبعًا ممكن تتبليها قبلها بيوم وتحطيها في التلاجة عادي جدًا، ممكن تتبليها وتستخدميها على طول على النار. أنا باقول لِك هنا إن أنا فصلت الجناح عن الجزء التاني بتاع اللي موجود في الصدر، وعملت كده فيها فتحات بسيطة، وغسلتها طبعًا كويس جدًا وصفيتها أهم حاجة من المَيّة، ما يبقاش فيها مَيّة تمامًا علشان التتبيلة كده تبقى مناسبة وتمسك على قطع الفراخ. وطبعًا ممكن التتبيلة جدًا مناسبة لو عملتيها بالوراك، لو عملتيها بدبابيس الفراخ تبقى تحفة جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا الأكلة ديّة أجنحة الفراخ موجودة ومتوفرة في مطاعم كتير جدًا. معانا هنا التتبيلة سهلة وبسيطة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من كل حاجة بقى، الملح والبابريكا والكركم والجنزبيل وبهارات الفراخ والتوم البودر. هم دول بس البهارات بتاعتي اللي إحنا هنحتاجها في التتبيلة بتاعتنا. هنلخبطهم كده على بعض ونتبل بيها الفراخ بتاعتنا. تتبيلة سهلة وبسيطة ومش محتاجة أي حاجة خالص، ولا تنقعي في بصل ولا طماطم ولا أي حاجة. معايا هنا نص معلقة صغيرة بس من الزعتر، بيديها طعم حلو قوي في تتبيلة الفراخ. وشوية كده من معلقة كبيرة كده من الزيت، زيت ذرة أو زيت زيتون زي ما تحبي أو متوفر عندك. نبدأ بقى نتبلها كويس جدًا، جدًا كده، وندعك فيها لغاية لمّا تحسي إن الأجنحة كلها اتغلفت بالتتبيلة دي، ودخلت في الفتحات. طبعًا تغلفيها كلها بالمنظر ده، بصوا بيبقى شكلها بيلمع وحلو أوي. ممكن في المرة ديّة تغطيها وتدخليها التلاجة وتسيبيها تتبل ساعة 2، 3، تسيبيها قبلها بيوم عادي جدًا. ممكن تستخدميها بعد ما تتبليها كده، لأنها هي تتبيلة بهارات مش تتبيلة بصل بقى ومَيّة بصل وحاجات من دي، فعادي جدًا إحنا ممكن نستخدمها على طول على النار، بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. بصوا شكلها جميل جدًا وبيلمع. وما فيش أبسط من كده تتبيلة سهلة وسريعة وبسيطة في نفس الوقت. تمام كده زي ما احنا شايفين. هجيب بقى الكيس بتاعي كده افتحه، ده طبعا الأكياس خاصة بتغطية الأكل اهو. أنا دخلتها كده يعني ساعتين في التلاجة وخرجتها. هنجيب بقى طاسة على النار أو أي حاجة هنحط فيها شوية زيت، وتكون طاسة سخنة. نبدأ بقى نرص كده قطع الأجنحة على النار. طبعا النار عالية شوية في الأول، وبعد كده هنوطيها علشان ما تستوي الفراخ براحتها. هنديها طبعا صدمة في الأول علشان ما تنزلش المية بتاعتها. تتبيلة خطيرة خطيرة بجد، وطعمها حلو قوي. أنا مكنتش متخيلة إنه تتبيلة توابل بس تبقى حلوة بالشكل ده، من غير بقى ما نعصر الطماطم أو نعصر بصل وناخد المية وكده. لا، دي سهلة جدا بالبهارات وخلاص. لما تاخد بقى نستنى عليها منقلبهاش خالص لغاية لما تاخد لون حلو كده زي ما احنا شايفين. نبدأ بقى نقلب كل قطعة كده لوحدها بالمنظر ده، تاخد بس لون كده خفيف ونروح قلبينها طبعا على نار متوسطة علشان ما تتلسعش مننا وتستوي بسرعة، وتحس ان هي من جوه لسه فيها دم او فيها حاجة ما استوتش طبعا. وكده كده احنا عاملين لها فتحات علشان تستوي اسرع، وكمان علشان التتبيلة تدخل فيها اكتر. تمام كده بالشكل ده اهو. انا قلبتها كلها تحفة جدا وعلى النار، مش بتاخد اي وقت ولا محتاجة انك تدخليها الفرن كمان. نعمل بقى صوص حاجة بسيطة كده. لو عندك صوص باربيكيو هنحط كده معلقة كبيرة عليها، بيدي طعم رهيب جدا مع دبس الرمان. لو ما عندكيش ممكن معلقة عسل اسود وليمون، ده البديل. وفي صوصات كتير قوي بس دول اشهر حاجة ممكن تلاقيها عندك. ومعلقة صغيرة كده من صلصة الطماطم. يعني حطينا معلقة كبيرة من دبس الرمان، ومعلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، ومعلقة برضو صغيرة مليانة من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم، ومعلقة عسل كبيرة.
الصوص ده رهيب جدا جدا في تتبيلة الأجنحة أو دبابيس الفراخ زي ما انت عايزة تتبلي، بس فعلا حلوة جدا. معايا هنا فلفلة حمرا وفلفلة خضرا، هنضيفهم كده بعد ما تكوني قلبتيها في الصوص كويس وغلي الصوص معاكي. هنبدأ بس نضيف لها فلفلة بس خضرة وحمرة، لو ما عندكيش الحمرة طبعا الخضرة نكتفي بيها وخلاص. هنغطيها كده لمدة يعني بتاع ربع ساعة، هتلاقيها استوت وبقت جميلة جدا. الصوص اللي احنا حطيناه عليها احلى بكتير، حتى من صوص مختلف عن صوص البصل والحاجات اللي احنا بنعملها من تتبيلة البصل. صوص بجد طعمه حلو قوي ورهيب، وان شاء الله هكتب لكم المكونات ومكونات الصوص والبهارات بتاعتنا في صندوق الوصف، تحت هتلاقوها ان شاء الله. تحفة جدا. هنسيبها طبعا بس يدوب الفلفل يدبل شوية والصوص يغلي معانا، احنا مش عايزينه ينشف تماما، لانه طعم الصوص ده مع التوابل بيديها طعم ونكهة حلوة قوي. وبس كده خلصت معانا الأكلة بطريقة سهلة وبسيطة، وما احتاجناش ان احنا نقف كتير في المطبخ ولا اي حاجة. ونقدميها بقى مع مكرونة. انا كنت عاملة وقتها مكرونة جنبها كده، مكرونة قلم بالطماطم بصلصة الطماطم، عادية جدا وبسيطة. تقدميها بقى مع رز مع سلطة بس، يعني وتنفع طبعا في وجبات او اكلات اخر الشهر. مع ان ما بقاش في حاجة موفرة او اقتصادية، يعني كل حاجة بقت بسعر وقدره، ما بقاش يعني، بس يعني الحمد لله. ممكن نعمل الأكلة ديت في مرة في الشهر، بتبقى لذيذة جدا. وزي ما قلنا ممكن تتعمل بالدبابيس الفراخ، وجربوها بالوراك برضو هتتعمل صينية حلوة قوي. طبعا الصوص ده مش بيترمي تماما، احنا بنحطه كده على الوش، بيدي طعم حلو قوي. هي نكهة غريبة علينا شوية، مش العادي بتاعنا، بس فعلا تحفة تحفة تحفة. يعني جربوه ان شاء الله هيعجبكم. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة تماما. ورشة كده من السمسم ده للزينة، لو تحبي تضيفيها عندك تضيفيها، ما عندكيش خلاص. يعني هي مش أساسية في الوصفة خالص، بس أنا حبيت أعمل كده شكل أو منظر ليها. احنا بنشوفها كتير كده بالشكل ده. بصوا لونها عامل ازاي، تحفة جدا، اكنها مشوية كده في الفرن او على الفحم يعني. والصوص لامع وجميل جدا. جربوها وقولوا له ايه رأيكم فيها. ان شاء الله اهي مستوية تماما، مش محتاجة اي حاجة خالص. اهي طبعا زي ما احنا شايفين مفيش اي حاجة في العظم فيها ولا اي حاجة، احنا تبلناها اهو وسويناها على طول. طبعا لازم الفراخ تنضف كويس جدا جدا بالدقيق والمية والليمون، وتسيبيها شوية كده منقوعة في الليمون، هتديكي بقى طعم ومفيش اي زفارة ان شاء الله فيها. شكلها تحفة جدا. عملتها كده جنبها شوية مكرونة، ودي كانت احلى اكلة بجد، سريعة وسهلة ولذيذة، هتعجبكم ان شاء الله. بصوا ده كان شكلها اهو مستوية، وما تخافيش ان هي ما تستويش او العظم يبقى فيه حاجة، ما فيهوش اي حاجة تماما. اهو انا بكشف قدامك العظم وتشوفيه، ما فيهوش اي حاجة خالص. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل، عشان يوصلكوا اشعارات بوصفاتي اول باول. اشوفكم ان شاء الله في وصفات جاية كتير، وجربوها تعجبكم وقولوا لي رأيكم.